يعني حاليا بمشهد ودرجة الحرارة بمشهد 40، يعني مقاربة درجة الحرارة اللي عندنا بالعراق. لكن تطلع وتشوف انه الشوارع وضعها كلش حلو والجو حلو. شنو الفرق؟ الفرق انه ما شاء الله شوف الجزرات الوسطية وشوف الاشجار الظلية اللي زارعينها بكل الجزرات الوسطية، والساحات الخضراء اللي موجودة. هاي تقلل من درجة الحرارة كلش هواي، وتخليك حتى من تمشي بالشارع كلش ببساطة، وتهون عليك وضع الجو. احنا اللي عندنا ما اعرف ناس ما يفتهمون، ترسوا العراق عبارة وكل المحافظات عبارة عن مقرنص، وحتى الشجر اللي يخلونه فهو شجر ما بي اي فايدة. يا ريت الناس اللي عندنا يفتهمون شوية من يشوفون هيك ناس، يا ريت. وما دام احنا بعدنا نحكي على الخضار، حاليا احنا بحديقة باغ ملة، المهم حديقة عامة كلش كبيرة، وبيها مدينة العاب وبيها بحيرات. بس الحديقة كلش كبيرة، تقريبا ما يقارب 5 كيلوات، يعني مربع المساحة الكلية ماكو. هاي الحديقة جاي تشوفونها قدامكم وتشوفون الأجواء اللي بيها. يعني هذا فارس ياخذ صور بس انا تطلع ظلمه. شنو هذا شاعر طاش بعهد العباسيين وطالع ويراد وفتيان 5 مرات، اسمه ابو القاسم فردوس الطوسي، ولد باقليم طوس بحكم بايام العباسيين، ومن تاليفه روايه الملحميه الشهانمه. اما هذا فهذا فلكي وجيولوجي ورياضي وصيدلاني ومؤرخ ومترجم و7 صناعه بالبخبايا، ما مخلي الشغله ما نسويها. اسمه بن احمد البيروني طبعا. اما هذا فهذا ابن سينا اللي اشتغل بالطب والفلسفه، ولد في قريه افشه بالقرب من بخاري مدينه بلخ. هي مدينه بلخ وين تصير ما ادري. المهم اما هاي فهذا ديلاب الهوى، ما عليكم بالموضوع يعني، اطلعوا من الموضوع خليكم ديلاب الهوى. عوفوا الطوسي والفرطوسي وابن سينا وخليكم ديلاب الهوى. وشوف ذني صرخا. عزار حبيبي شنو المتنزه شلون؟ متنزه حلو مال سفرات مال عوائل. يقول جامع بي والله العظيم يقول راح نصلي بالجامع. يقول والله في ختلات. انا ما حكيت، شفتوني بالكاميرا حكيت؟ يقول والله في ختلات. لا اخوي انا لا حكيت ولا هاي، انا راح نصلي بالجامع. يقول عليك الله شوف متدينين. يقول عليك الله شوف الشجره، والله واحد يقعد وراه ويجي الشجره واحد يقعد وراه. يقول هسه صار ظلمه رهيبه يدور ختلات. هي حقك وانت هي ليش فيكم ليش؟ لان هي مشكله الوطن بس المكان يا الله. حاليا احنا متيهين من قد ما افترينا دخنه، ومن قد ما دخنه تيهنا. والجماعه مطلعين 4 خرائط، 4 واحد يندري منين طبينا ومنين طلعنا. 4 خرائط، والدليل انه الحديقه كلش كبيره. دليت؟ ايه دليت حبيبي. يلا هسه انت بس تدور زوايا ومكانات ما بس احب اشكر اللي سوى GPS. اقول له افرح من والديك، لا ما انت طاح حظ من متفضل هذا والله هذا سوى GPS.